الناس اللي حواليك بكام وش؟ إسعاد يونس في كتاب زي ما بقولك كده قالت لنا على وشوش الناس اللي بنقابلهم حوالينا، وقالت إن في ناس وشوشها ثابتة وفي ناس ب100 وش. طب إيه هي أغلب الوشوش اللي حوالينا؟ الوش الأول وش البومة، والشخص صاحب وش البومة ده بيبقى وشه الطبيعي، يعني ده الوش اللي بيقابل بيه مخاليق ربنا اللي حواليه، بداية من التعساء جيرانه اللي هيقابلهم على السلم، مرورا بالبواب وزمايله في الشغل ومراته وولاده وأي كائن حي حظه الاسود وقفه في طريقه النهارده. الوش التاني الحليات، مش الجليات دي جايه كمان شويه. والحليات ده يا سيدي واحد عنده قدر من السماجه واللزوجه بيخليه شبه طاجن الباميه البايت في التلاجة بقاله 4 أسابيع. وش الحليات بيخليه يجيد الحليطه لكل من عنده مصلحه معاه، واجاده فنون النفاق للمدير وللعميل وللمدرس من وهو حليات صغنن كده، وحتى للكتكوته اللي معاه في الشغل اللي بيمارس ازمه منتصف العمر معاه. الوش الثالث وش الجليات بقى، ومع ان الفرق هنا نقطة الا ان التأثير كبير الحقيقة، وده بقى عكس الحليات. والوش ده بيطلع لو ما عندوش مصلحة مع حد، او لو مصلحته خلصت معاه، او لو حد رفض له خدمة، او لو حد داسله على طرف، يروح جايب اللي قدامه من فوق لتحته ويديله في الكلام وما عندوش يما ارحميه. جليات بقى. الوش الرابع وش الصعبانيات. الوش ده بقى بيعمل احلى شغل وبيجيب لناس كتير سك. اي حد عايز يوصل لاي حاجة يروح منزل له دمعتين، او مدعي المرض، او بقى يدعي ان عنده مشاكل الدنيا لحد ما مصلحته تخلص. وفي وشوش كتير بقى تانية قالت لنا عليها الست إسعاد، سواء ثابتة أو متغيرة أو حتى وشوش بتتلبس فوق بعضها. تفتكروا لو حصل في مرة وقعت كل الوشوش وشوفنا وش الناس الحقيقي لمدة 5 دقايق بس، هنقدر نكمل تعامل معاهم؟ قولولي في الكومنت. أنا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.